واشكر الاخ عباس الخضاري اللي تبنى هذا الاستجواب. وانا الاخ الرئيس راح اتكلم بشيء وبكثير من الصراحة حول هذا الموضوع. انا معرفتي من الاخ احمد الكليب رجل محب للمنصب ويعبد المنصب الوزاري وفق معطيات كثيرة، وإلا أنا أتصور قضية مثل هذه ما كان يجب أن يقف ويحاول أن يحور في الأمور ويرفع ورقة بيده ويقول حق الأخ عباس أنا راح أدينك، كأنه قاعد يحول الدستور بطريقته. وأنا أرجو إذا كان الأخ أحمد الكليب عندما يدين الأخ عباس ليقف أمام الشعب الكويتي قاطبة ويعلن في شنو يدين الأخ عباس. لا تحاول يا أخ أحمد مسلم رجال أن اسمح لي حرش إذا في أي تصرف لا يجوز. لا تحاول أن تقوم بتبادل الأدوار. أنت وزير مساءل أمام الأمة، مساءل أمام مجلس الأمة، لا تملك أن ترفع ورقة في وجه أحد النواب الأحرار اللي دافع عن العقيدة. واللي تعرف أنت لما تكلمت قلت أنا أعرف والله من صوت لي. أمر عجيب، اجتماعات مجلس الوزراء سرية وانت تعرف ما في بطون صناديق الانتخاب. منين جبت سرية؟ لكن انا لا استبعدها عليك لانك انت تتعامل وفق منصبك الوزاري، وفق من اعطاك ولم يعطيك. وعندي من الادلة ما تدينك في هذا المقام، لكن الاستجواب للاسف قد حدد جزئيات محددة الحديث حولها. وانا فقط ابي اذكرك ببعض النماذج يا اخ احمد. احد هذه النماذج رجل خرج من نفس البيت الكريم اللي انت طلعت منه، وهو العملاق حمود الزيد الخالد، الوزير المنتخب اللي لا كانت مواقف الى اليوم ذهب الى رحمة الله وهو الان امام خالقه. الى اليوم الشعب الكويتي يذكره بالخير ويذكره بالتقدير ويذكره بالاحترام. كنت اتمنى ان تفعل 10% مما فعل حمود الزيد الخالد وهو الوزير المنتخب اللي كانت له مواقف جبارة في وجود هذا الدستور من خلال وتحت رعاية سمو الأمير الراحل عبد الله السالم طيب الله ثراه، اللي وقف وقدم تضحيات كبيرة كوزير من خلال وجوده في مجلس الوزراء. وبذكرك في النموذج الآخر عندما عجزت أن تكون مثل ما فعل حمود الزيد الخالد أن تفعل ما فعل الأخ الفاضل يوسف محمد النص اللي زهد بالمنصب الوزاري اللي أنت متمسك فيه أسبوع وقدم استقالته لأن كان له وجهة نظر في طريقة العمل الوزاري. وزراء قعدوا على 14 سنة و17 سنة لم يذكرهم الشعب الكويتي، ويوسف محمد النص قعد أسبوع وله الآن 14 سنة لا زال الشعب الكويتي يذكره بالخير ويفتخر بوجوده في أي ديوانية من ديواني الكويت. هل تستطيع أن تفعل ما يفعل يوسف النص؟ تقف وتحاول أن تحاور زميلك بدال ما تجاوب عن الأمور اللي طرحها، تحاول أن تقام بالدوران واللف وتروح في نهاية الأمر كطريقتك في طلب الاحتماء وتقديم القرابين أنك تذهب إلى سعود الناصر وتقول والله شنو كان موقفك مع سعود الناصر. أحب أذكرك الأخوان لما اختلفوا حول هذه الجزئية لا الأخ محمد لا الأخ فهد الخنة ولا محمد العليب ولا الدكتور وليد الطبطبائي كانت لهم وجهة نظر وهي وجهة نظر وجيهة، ولكن عليك أن تعلم بأن الاختلاف لم يكن على لجنة أنت شكلتها ولم تحترم قراراتها. الاختلاف كان على لجنة برلمانية، هنا كان الاختلاف. لكن عيب أن تحاول أن تستند على موقف العباس الخضاري، تحاول أن تفسر بالخطأ وتحاول أن تطعن زميلك وهو الأخ سعود الناصر. هل أصبح المنصب الوزاري حبك للمنصب وصل إلى هذه الدرجة؟ تقول للأخ عباس أنا جايك الآن في محاور الاستجواب، تقول للأخ عباس مو مطلوب منك أنك تقدم الاستقالة أو تطلب مني، ولا لك حد اللي يطلب مني الاستقالة سمو الأمير وسمو العهد. لا شك نحن نعرف تماما بأن من يطلب منك الاستقالة هو سمو الأمير حفظه الله وسمو ولي العهد حفظه الله. وعباس أخطأ عندما طالب الاستقالة. عباس كان ممكن يقول لك، وأنا بقول لك الشغلة اللي ما أقدر يقولها لك عباس على منصة الاستجواب، احنا لا نملك نطلب منك استقالة، لكن نملك أن نقيلك ونعيدك إلى صفوف النواب حتى تمارس دورك في الدفاع عن الشعب الكويتي اللي تخليت عنه. ولكن رجاء تكلم على راسك، خذ راحتك.